لازم نبقى عارفين ان حياتنا اللي احنا عايشينها دي مليئه بالاحداث كتير جدا، بعض يضللك وبعض ينتقدك وبعض يتكلم عنك. انت اجتهدت، انجزت، سعيت، اشتغلت، عملت كل حاجه، ربنا هيوفقك في الاخر. ده نفس الكلام، لعيبه النادي الاهلي اجتهدت وعملت اللي عليها بجانب اداره منتظمه ومنظمه، قامت بالواجب وبدورها اللي هي عايزاه، ما سمعتش لكل الكلام خارج المستطيل الاخضر. احداث كتير جدا كان خارج المستطيل الاخضر، بس اداره النادي الاهلي ظلت واقفه شامخه، ما اهتمتش باي شيء من الامور دي، بدليل ان جمهور واداره النادي الاهلي راضيين عن اللعيبه، وكل طرف من الاطراف، المدير الفني راضي عن الجهاز الفني اللي معاه وراضي عن اللعيبه وراضي عن المشجعين، ونفس الكلام العكس في كل الاتجاهات، اللعيبه راضيه عن الكل، الجماهير راضيه عن الكل، كل شيء، حتى النجيله والاخضر راضي عن كل الجماهير الاهلاويه وراضي عن اللعيبه وراضي عن كولر. احنا كنا جايبينه عشان الراجل يعوض لنا فايلر، يعوض لنا موسيماني، لا، الراجل جه خطى الناس دي كلها وعدى جوزيب. طبيعي جدا بعد تحقيق حلمك بتبقى في انجازات انت حصلت عليها، يعني في اشخاص بتنجح بس بتعمل حاجه تاريخيه وانجاز تاريخي بيتحسب له في الذاكره وبيتحسب له التاريخ، بمعنى اصح بيتسجل له بيه. الانجازات الخاصه بالنادي الاهلي انجازات كتير جدا، اولها دوري ابطال افريقيا وتحديدا السوبر المصري وكاس مصر والدوري. فاضل لنا السوبر الافريقي ونخلص الكلام. بس على الانجازات الفرديه بقى، في بعض اللعيبه من النادي الاهلي خلصت الكلام. كابتن محمد شريف الفرود الاول للنادي الاهلي احرز 7 اهداف في لقاءات القمه، هو كده بيتساوى مع كابتن محمد ابو تريكه الهداف التاريخي للنادي الاهلي في مباراه القمه، وتحديدا كابتن سيد عطيه. اتساوى كده محمد شريف مع الاثنين بنتيجه 7 اهداف في مباراه القمه، اداء اكتر من هايل من محمد شريف. انا شايف كده ان برافو التطور اللي عمله ليه كولر، خلى الراجل يطلع افضل ما عنده. لو جينا نتكلم تاني، 6 سنين على النادي الاهلي عشان يحقق ان هو يفوز على الزمالك ذهاب واياب. من موسم 2016 2017 النادي الاهلي ما كانش حقق انه يقدر يفوز على نادي الزمالك بنتيجه الذهاب والاياب، يعني يفوز الماتش الاولاني في الدور الاول ويفوز الماتش الثاني في الدور الثاني. الكلام ده من 2016 2017، 6 سنين عشان النادي الاهلي يقررها ثاني ويفوز على الزمالك في الدور الاول ويفوز على الزمالك في الدور الثاني. ثالث حاجه هنتكلم فيها النهارده تحديدا 21 دقيقه في اللقاء النادي الاهلي ما حصلش ضده اي فاول، ده معناه ان النادي الاهلي بيلعب كوره. 21 دقيقه ما حصلش ان انت عملت فاول او ما احتكتش باي لعيب من لعيبه الزمالك، 21 دقيقه النادي الاهلي بيلعب لعب نظيف لحد ما حصل فاول. ده معناه النادي الاهلي خلاص يعني اداء اكتر من هايل، تصرفات كويسه، اللعيبه خلاص بقت بتفكر كوره. بس لو انت ركزت على اداء النادي الاهلي هتلاقي اللعيبه بتبتدي الهجمه من اخر لعيب عندك، محمد عبد المنعم بيبتدي الهجمه، والاجمل في محمد عبد المنعم لعيب كوره يقدر يعمل فينت ويقدر يهد، لا اداء اكتر من هايل من النادي الاهلي. وعشان نبقى عارفين النادي الاهلي بقى له 6 لقاءات بيفوز على نادي الزمالك، يعني اخر 6 مواجهات مع النادي الزمالك النادي الاهلي حصل على ال6 مواجهات دول وفاز على نادي الزمالك، يعني حدث ولا حرج، يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. ومن الامور اللي لازم جماهير الاهلي تبقى عارفاها، قبل اللقاء ده كان في حكم اللي هو تحديدا الكابتن ابراهيم نور الدين، هو اللي كان هيحكم اللقاء بتاع الاهلي والزمالك، بس لاول مره لجنه ومجلس الاداره الخاص بالنادي الاهلي رفض تحكيم الحكم ده وقال لك احنا مش عايزين الحكم ده، وقال لاتحاد الكوره وقال لجنه الحكام احنا عايزين اي حكم تاني، احنا بنتكلمش معاكم وبقالنا موسم بحاله ولا بننتقدكم ولا بنتكلم. وده فعلا معظم الصحفيين ومعظم الاعلاميين يقولوا النادي الاهلي او مجلس الاداره بالله عليكم اتكلموا، بالله عليكم خدوا حقكم، ومجلس الاداره صامت. بس جه في لقاء زي ده النادي الاهلي بمعنى اصح مش عايز حكم ياثر على معنويات لعيبته، وبمعنى اصح كمان يضايق جمهوره، فطلب من لجنه الحكام قال لهم انا عايز حكم تاني، فعشان كده جابوا كابتن محمود البنا للقاء. كابتن محمود البنا اصلا محكم للنادي الاهلي 7 لقاءات، انت متخيل؟ طبعا سوء تنظيم خالص من اللجان او من الخاصين باللجنه الخاصه بالحكام في الدوري او الاتحاد المصري. يعني نتمنى ان كل المشاكل دي ما تتكررش والمشاكل دي تعدي الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبيعي جدا بعد كل قمه بتبقى في تصريحات قويه جدا وتصريحات بتوضح حجم اللي حصل داخل القمه دي. من ابرز التصريحات دي هو تحديدا كولر، الراجل وضح قال لك ايه؟ قال لك بمعنى اصح لا يشغلني ان يكتب اسمي بحروف من ذهب، يعني الراجل ما عندوش مشكله خالص ومش عايز اصلا اسمه يتكتب بحروف من ذهب. الراجل بينتمي للقلعه الحمراء دلوقتي وهو مختص بالنادي الاهلي، عايز النادي الاهلي يبقى عالي عشان الجمهور ينبسط ويفرح. معنى اصح الراجل مش همه على نفسه، مش همه اسمه يتكتب بذهب، اهم حاجه ان الجمهور ينبسط ويفرح. وكمان بيقول للجمهور ايه كمان؟ بيقول لهم الموسم لم ينتهي بالنسبه لي. الراجل بص على 3 حاجات دلوقتي، اولهم كاس السوبر الافريقي، ثانيهم دوري كاس السوبر الافريقي، ثالثهم كاس العالم للانديه. يعني بمعنى اصح يا جمهور النادي الاهلي انتظر المتعه وانتظر الجمال، والموسم ما خلصش بالنسبه لنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى مليئه بالبطولات. مش مهم انا حروف اسمي يتكتب من حروف من ذهب، اهم حاجه جمهور النادي الاهلي يبقى مبسوط.
تاني تصريح معانا للكابتن محمود البنا حكم اللقاء. الراجل قال ايه بالظبط؟ قال لك يجب الا يعود التحكيم الاجنبي لاداره لقاءات القمه، بمعنى اصح بيقول لك التحكيم المصري موجود واحنا موجودين، بدليل الراجل ادى اداء اكتر من هايل في لقاء القمه. اي نعم كان في بعض لغط وبعض احداث كتير قبل اللقاء، ان غيره يحكم هو يحكم، احداث كتير جدا كانت من القلعه البيضاء او من القلعه الحمراء، بس الراجل ادى اداء هايل والقمه طلعت بمستوى كويس. فعشان كده بيقول لك التحكيم المصري موجود، اتمنى يكون التحكيم المصري هو اللي ينول اعجاب كل الماتشات اللي جايه وبالاخص لقاءات القمه. ثالث تصريح معانا هو تصريح حسين الشحات. الراجل قال لك بالنص والدتي وزوجتي كانوا وشهم حلو عليا جدا وكانوا موجودين في الاستاد. قال لك ان كهربا ساعدني وموه اللعيبه بتاعت الزمالك في الجون الثاني بتاعي، عشان كده كنت بتمنى ان هو يحرز هدف. حاجه كويسه جدا. حسين الشحات مان اوف ذا ماتش النهارده، قال لك زوجتي ووالدتي، والدته هي اللي قالت له امضي يا حسين، النادي الاهلي ده بيتنا يا حسين، فعشان كده حسين مضى النادي الاهلي. وكمان حسين بيراضي النادي الاهلي وبيراضي عشاق النادي الاهلي بالاهداف بتاعته بعد التجديد، من واضح ان نفسه اتفتحت على الاهداف. رابع تصريح معانا هو كان للتونسي علي معلول. اداء اكتر من هايل من معلول. معلول حدث ولا حرج، ما تتكلمش، ما تقولش اي انتقاد ولا توضح اي لحظه على علي معلول، راجل لا غبار عليه. اداء اكتر من هايل، اداء متفجر. علي معلول بصراحه افضل من لمس الكره في النادي الاهلي من المحترفين، واتمنى ان الراجل ده ما يعتزلش، يفضل موجود في النادي الاهلي، ولو اعتزل يمسك حاجه داخل النادي الاهلي، لان ما اعتقدش ما شفتش يعني من الاخر ما شفتش راجل محترف بيعمل اللي علي معلول بيعمله مع النادي الاهلي. الراجل قال لك ايه بالنص قبل لقاء القمه؟ الراجل قال لك لم نفكر في التهاون امام الزمالك رغم حسم الدوري. يعني من الاخر انا من نازل ماتش الزمالك ده مش نازل متهاون ونازل متخاذل، لا انا نازل افوز. هو ده اللي بيوضح لك الراجل ده حظه ان في لعيبه قديمه في النادي الاهلي، لو لعيبه مش قديمه كان هيحمل شاره كابتن النادي الاهلي وهو يستحقها بجداره. خامس تصريح معانا هو الكابتن احمد حسام ميدو، وعلى عكس الطبيعي واللي احنا عارفينه من كابتن احمد حسام ميدو انه دايما مايل على الكفه البيضاء او بمعنى اصح القلعه البيضاء في تصريحاته، على عكس التصريح القوي والتاريخي اللي هو وضحه. بصراحه عالمي في التصريح ده. قال لك ايه الراجل بالظبط؟ قال لك تحديدا واقعيه كولر تنتصر على احلام اوسيرو الكولومبي. ليه؟ لان اوسيرو بيعتمد على الابداع في بعض تصرفاته، لكن كولر راجل عملي وحاد، عشان كده كسب المباراه. ده بمعنى اصح واقعيه اللقاء. كولر واقعي، عايز يخلص، راجل جاي من الاخر انا مش عايز اكتب اسم بحروف من ذهب، لا انا عايز اخد بطولات للنادي الاهلي واقول لهم اتفضلوا عشاق النادي الاهلي، وبعدين ابهر جماهير النادي الاهلي واللعيبه والجهاز والدوله المصريه بمعنى اصح. هو ده اللي عمله. الراجل مش جاي يبدع، الراجل جاي يخلص بمعنى اصح. التاريخ بيتكلم على ايه؟ على البطولات، ما بيتكلمش على الاداء. الاداء ده مجرد حاجه لحظيه، لكن النادي الاهلي تاريخه بطولات. اخر تصريح معانا كان لاوسيرو المدير الفني الكولومبي الخاص بالنادي الزمالك والقلعه البيضاء. الراجل وضح ايه بالظبط في اللقاء بتاع النهارده. تصريح من التصريحات بتاعته كان غريب نوعا ما وانا مش موافقه في التصريح ده، وتصريح تاني مهم جدا وهو ده الصح اللي المفروض يقوله ويطالب بيه القلعه البيضاء او المتخصصين في الصفقات الخاصه بالقلعه البيضاء. اول تصريح قالوا ايه؟ قال لك اتحمل مسؤوليه الخساره وكانت هناك استفزازات من احد لاعبي النادي الاهلي. طبيعي جدا الملعب فيه استفزاز من كل طرف. انا عايز اقول لك ان في الدوري الانجليزي الاثنين المدربين بيستفزوا بعض وبيتشاجروا، كل ده شو مقابل ان انت الكفه بتاعتك تيجي على كفه الثاني. بس ده من التصريحات الغريبه جدا. انت المفروض ما تنصعش اللعيبه او ما تنصعش او ما تركزش اصلا مع الجمهور اللعيبه، انت تركز مع فرقتك فقط لا غير. ثاني تصريح قال لك اريد التعاقد مع 5 أو 6 صفقات، ولكن اقدر ظروف الزمالك حاليا الماديه، وطالبت بتواجد مدافع ايسر ومهاجم صريح وكمان حارس مرمى في حاله رحيل عواد. هو ده التصريح اللي توضحه. عندك مشكله في حاجات ارمي اللوم عليها ووضح لاداره نادي الزمالك ان انا عندي مشكله في النقطه دي يحلوها لك. ما تقولش ان لعيبه النادي الاهلي بتستفزني، لان هم استفزوك ب4 النهارده. جينا بقى للصحفيين وعمايل الصحفيين. تحديدا الصحفي احمد اسماعيل يوسف ابن الكابتن اسماعيل يوسف الخاص بالقلعه البيضاء او كابتن النادي الزمالك. الراجل وضح ايه في تصريحاته؟ قال لك بمعنى اصح النادي الاهلي بيمتص نجوم النادي الزمالك وخلص عليهم وشطب عليهم. مثال الراجل بيصرح بجزئيه امام عاشور، ان امام عاشور كان نجم النادي الزمالك والنادي الاهلي خده وعمل هيعمل بيه انجازات. احب اقول لك مفيش حاجه اسمها كده. من سنه 2000 لسنه 2023 كان في تشكيل قوي جدا وتشكيل مثالي النادي الزمالك كلهم مقتضبين من النادي الاهلي. تعال بقى نبتديهم مع بعض واحد واحد. اولهم كان كابتن عصام الحضري في حراسه المرمى، ثانيهم كابتن ابراهيم حسن، ثالثهم كابتن احمد سمير فرج ده في الدفاع. الاثنين دول خش عندك 2 دفاع كمان، كابتن ابراهيم سعيد وكابتن محمد عبد الله، كل دي اقتضابات من نادي الاهلي. خش كمان عندك في وسط الملعب عندك حسن مصطفى محمد عبد الجليل، الاثنين دول كانوا في وسط الملعب. سكتنا على كده، لا نخش بقى على خط الهجوم ونتفرج. كان عندك كابتن احمد فيليكس، كابتن حسام حسن، كابتن حسين ياسر المحمدي، كابتن جمال عبد الحميد. من الاخر يعني انت عندك تشكيل مثالي لنادي الزمالك، دول نجوم في نادي الزمالك، دول كانوا جايين من النادي الاهلي.
ركز في التصريحات اللي انت بتقولها، ركز في كلامك على النادي الاهلي. مش معنى ان انت راجل منتمي للقلعه البيضاء فتتكلم من اتجاه واحد، لا، قبل ما تتكلم انت راجل صحفي، فطبيعي جدا الكلام اللي بتقوله لازم يكون دقيق ويكون موثق. جينا بقى لابرز الاحداث اللي داخل القلعه الحمراء الفتره دي، هي سوء انتقالات النادي الاهلي، اللعيبه اللي خارجه، اللعيبه اللي جايه، اللعيبه اللي النادي الاهلي مهتم بيها، ابرزها محمد شريف. محمد شريف الفتره دي من اللعيبه العاليه جدا، وخلاص دلوقتي ساوى كابتن محمد ابو تريكه، بقى الهداف التاريخي للنادي الاهلي في لقاءات القمه، متساوي مع الكابتن محمد ابو تريكه ونجوم من الزمن القديم. فعشان كده محمد شريف خلاص بقى لامع نجمه، وبقى معظم الانديه الخارجيه والداخليه تتمنى محمد شريف. ابرز اللي حصل مع محمد شريف الفتره اللي فاتت دي ان جه عرض للنادي الاهلي تحديدا من نادي كاراغومروك التركي. النادي ده بعت عرض للنادي الاهلي بيطلب فيه ضم محمد شريف. كولر من الفتره اللي فاتت دي موضح ايه يا جماعه، انا مش عايز اي حاجه بتتعلق بالنجوم الاساسيين بتوعي ان انتوا تشغلوهم قبل لقاء القمه. الملف ده او بيعتبر العرض ده اتبعت بعد لقاء القمه، بيطالب ان احنا عايزين محمد شريف. الفتره دي معروف ان كولر عايز مهاجم اساسي افريقي، وعايز محمد شريف معاه، وكمان هيرجع صلاح محسن اللعيب اللي كان خارج اعاره خارج النادي الاهلي تحديدا سيراميكا. فيعتبر كولر مأمن حسابه لعيب افريقي ومحمد شريف وصلاح محسن، مش عايز اي حاجه تاني. فمحمد شريف هيظل موجود داخل القلعه الحمراء. يعني العرض اللي مبعوت له ده كولر مش موافق بيه خالص ومش مرحب، وعايز محمد شريف معاه لاخر وقت هو موجود فيه داخل جدران النادي الاهلي. كنا اتكلمنا قبل كده عن ابرز الراحلين في النادي الاهلي وتحديدا شادي حسين. من ابرز الراحلين الراجل خلاص كولر مش معتمد عليه، لان معظم اللقاءات اللي نزلها فيه الراجل ما اجتش وما كانش بشكل كويس قدام اي فرقه من الفرق اللي واجهت النادي الاهلي. فعشان كده الراجل شايله من حساباته من ايام برونو سافيو، هو كمان ما شاله من حساباته. فالراجل احنا عارفين ان هو اول الراحلين على النادي الاهلي بعد برونو سافيو هو شادي حسين، مش في حسابات خالص كولر. شادي حسين الفتره اللي فاتت دي احنا سمعنا ان شادي حسين وقع على نادي زد. نادي زد طالع علينا دلوقتي من دوري الدرجه الثانيه، خلاص عايز يقتضب بعض لعيبه تبقى قويه معاه في الدوري الممتاز اللي جاي ان شاء الله، وطارح بالظبط 150 مليون للعيبه هيجيبها من النادي الاهلي، منهم ناشئين ومنهم لعيبه في الفرقه الاولى. عايز علي لطفي، وكمان عايز شادي حسين من اللعيبه الخاصه بالفريق الاول بالنادي الاهلي. وفعلا اللي طلع علينا دلوقتي واللي احنا اتاكدنا منه ان شادي حسين خلاص صرف عن عرض سيراميكا وخلاص هيمضي في نادي زد الفتره اللي فاتت. فهو طبعا بس من ضمن العروض اللي هي لسه النادي الاهلي سايبها هيطرحها بعد نهايه الموسم. جينا بقى بكواليس التعاقد مع حبه الكريز مصطفى فتحي، اللعيب الموهوب المهاري السريع اللي هيفيد النادي الاهلي جامد. هقول لك ادق التفاصيل الخاصه باللعيب دلوقتي، بس قبل ما اقول لك لازم اعرفك ان كابتن محمد فاروق كابتن النادي الاهلي وضح على صفحته الرئيسيه على الفيسبوك، قال لك ان مصطفى فتحي وقع على عقود للنادي الاهلي وخلاص الراجل هينتقل للنادي الاهلي. بس قبل ما اوضح لك كده لازم اعرفك كواليس لازم تكون عارفها. النادي الاهلي قبل ما بيتعاقد مع اي لعيب لازم بيبعت ليه لجنه التعاقدات الخاصه بالنادي الاهلي تقص نبض اللعيب وتتاكد ان كان اللعيب موافق على الانتقال القلعه الحمراء او لا. تحديدا لجنه التعاقدات الخاصه بالنادي الاهلي تواصلت مع مصطفى فتحي، الراجل قال لهم خلاص انا موافق ما عنديش مشكله الانتقال للقلعه الحمراء. في اللحظه دي ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي بعت عرض للنادي السعودي التعاون السعودي بيطالب بضم مصطفى فتحي. النادي السعودي مرحب، بس على النقيض الثاني والعكس الثاني نادي بيراميدز بيضغط بقوه على اللاعب وبيطالبه، بيقول له انا هديك فلوس كويسه جدا وهجدد لك معايا بفتره كبيره واغراءات ماديه هائله جدا. ومن اكثر الحاجات اللي بيضغط فيها ليه؟ لان نادي البيراميدز مضغوط الفتره دي، قدامه لحد يوم 15 النهارده تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب. لو ما فعلش بند الشراء وما اشتراش مصطفى محمد ليوم 15 اللي هو النهارده وعدى النهارده، هيبقى اللاعب من حق نادي التعاون السعودي يعمل فيه ما بداله، وهو ده اللي هيحصل. لو عدى النهارده نادي التعاون السعودي هيقول للنادي الاهلي اتفضل مصطفى فتحي اهو، لان انا مرحب بالعرض اللي انت جايبه. عشان كده احب اطمن جمهور النادي الاهلي واقول لهم ان مصطفى فتحي تاني الصفقات الخاصه بالنادي الاهلي بعد امام عاشور، واهلا بيك في القلعه الحمراء. زي ما قال المخضرم كولر في الاول في ابرز تصريحاته ان الموسم لم ينتهي بعد. احنا عندنا ايه الفتره اللي جايه؟ طلع علينا الاتحاد الافريقي ووضح ان انطلاق ان شاء الله النسخه الاولى من دوري السوبر الافريقي هتبقى تحديدا يوم 20 اكتوبر القادم. صنف الفرق الافريقيه المشاركه في البطوله دي اللي هم 8 فرق الى تصنيفين. التصنيف الاول هم تحديدا الاهلي المصري، صن داونز الجنوب افريقي، الترجي التونسي، الوداد المغربي. التصنيف الثاني اللي هيلعبوا بقى التصنيف الاول 4 فرق اللي هم مازيمبي، بترو اتلتيك، سيمبا، حوريه كوناكري. طبعا بطوله قويه جدا، وان شاء الله البطوله دي هتبقى نسخه اولى جيده. الاتحاد الافريقي بيلزم الانديه دي انها تلعب في استادات قويه، يعني الاهلي يلعب في استاد القاهره وكمان في تعداد جماهيري كامل. بمعنى اصح دي البطوله اللي هتشرف افريقيا وهتبقى ليها شنه ورنه. النسخه الاولى دي هتتلعب من دور الثمانيه في خروج المغلوب، ماتش عندك وماتش عندي، ذهاب واياب، هتبتدي من دور الثمانيه. البطوله دي بمعنى اصح 6 مباريات. لو فزت في البطوله دي خلال ال6 مباريات دول بمعنى اصح هتحصل على 6 مليون دولار. قيمه قويه جدا. النادي الاهلي بيتمنى انه يحصل على البطوله دي، وكمان مش بيتمنى بس انه يحصل عليها لان دي هتبقى النسخه الاولى. يعني النادي الاهلي لو خد البطوله دي يعني بمعنى اصح موسم بطولات بكل ما تحمله الكلمه من معنى.
وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى الحلقه دي تعجبكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.